حل مشكلة صفحة الراوتر لا تفتح. يعني باجي ادخل على صفحة الراوتر وببدأ اكتب 192.168.1.1 وببدأ اضغط على انتر، بلاقي بيجي لي صفحة فاضية كده او صفحة مكتوب عليها مخاطر امنية مش عارف ايه كلام كده كتير جدا، وبتختلف من المتصفح لمتصفح والكلام ده كله. تمام. طيب انا دلوقتي عايز ادخل على صفحة الراوتر عشان عايز ادخل اعمل اعدادات الواي فاي عشان اقدر اغير الباسورد بتاع الواي فاي واعمل اخفاء للشبكه والحاجات دي. ولكن زي ما قلت كده باجي اكتب 192.168.1.1 بيجي لي الصفحه فاضيه وبيكتب لي حاجات امنيه ومهاجمون وحاجات كده غريبه شويه. تمام. طب ايه العمل؟ طيب ما تيجي كده نجرب عملي ونشوف ايه العمل واحنا هنعمل ايه بالظبط. تمام. طبعا لو لسه جديد معانا في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، وسيب لي تعليقك اسفل الفيديو لو في اي مشكله واجهتك سواء في اعدادات الراوتر او في اي حاجه من محتوى القناه بتاعتنا. تمام. طيب كل اللي عليك هتفتح المتصفح بتاعك سواء من على جهاز الكمبيوتر او من على الموبايل بتاعك. هنبدا نكتب 192.16 عفوا 192.168.1.1 وهقول انتر. هنا بيقول لك اتصالك غير خاص، قد يحاول المهاجمون سرقة معلوماتك من كذا 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 مثل كلمات المرور او رسائل او بطاقات الائتمان مزيد من المعلومات. تمام. هنا بيقول لك الحصول على اعلى مستوى من حماية من متصفح كروم ويمكن تفعيل الحماية المحسنة. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين بقى ندخل على صفحة الراوتر عشان عايز اكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعه صفحة الراوتر. اكتب اليوزر نيم والباسورد بتوع صفحة الراوتر. طب اعمل ايه؟ ماشي. كل اللي عليك هتظهر عندك حاجة هنا اسمها اعدادات متقدمة، ممكن تلاقيها اعدادات متقدمة زي عندي، ممكن تلاقيها تاني متقدم بس، ممكن تلاقيها تاني اعدادات بس، بتختلف من متصفح لمتصفح. تمام. يعني انا المتصفح بتاعي جوجل كروم فكاتب لي اعدادات متقدمه، ممكن انت متصفح تاني فايرفوكس يكتب لك مثلا متقدم بس، في مثلا متصفح تاني يبدا يكتب لك ايه اعدادات بس. يعني سواء جات لك اعدادات سواء جات لك متقدم بس او اعدادات بس او اعدادات متقدمه زي ما جات لي كده هتبدا تضغط عليها. تمام. بعد كده هنا بيقول لك متابعه الى 192.168.1.1 غير امن، لا هنقول له هو امن بالفعل وهنضغط عليه. هتلاقيها فتحت معاك صفحه الراوتر بس كده. انا ما اخترعتش يا شباب والله، يعني كل القصه سهله وبسيطه. تمام. هي بس عايزه اللي انت تدور وتفتش، بس في ناس بتخاف انها تضغط على حاجه يبدا الجهاز بتاعها يتهكر او يبدا يحصل لها مشاكل في الجهاز بتاعها سواء الموبايل او الكمبيوتر. ولكن ما تخافش خالص، اعمل زي ما انا عملت. تمام. هنا طبعا بيطلب منك بقى اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم في ظهر الراوتر، اكتبهم وادخل اعمل الاعدادات اللي انت حاببها. طبعا لو انت مش عارف تعمل الاعدادات هتلاقي في فيديوهات في القناه بتاعتي كتير جدا، هتدخل هتشوف اي فيديو سواء بقى وي سواء اتصالات سواء اورنج سواء فودافون اي شركه من الشركات، هتلاقي اعدادات الراوتر تعملها ازاي من خلال الفيديوهات اللي هي موجوده على القناه. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.